سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كتكونوا بخير وعلى خير. رجعت معكم بفيديو جديد وروتين جديد. كما كتشوفوا اليوم واحد الروتين خفيف ظريف مع واحد الماسك خطير خطير لتوحيد اللون. يعني فاش كيكون عندك واحد اللون في الوجه ماشي موحد كديريه صراحه كيرد الوجه بالنار. كنصحك انك تجربيه. فالا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ديالي ما تنساش تدخلي تشتركي في القناه. ويلا نبداو الروتين ديالنا. اول حاجه انا البنات بديت بها هي الخبز العجينه اختي. اول حاجه اصلا كتبداي بها فاش كتدخلي الكوزينه هي انك تعجني. ما كاينش. فهنايا درت البنات فارينه بوحدها، درت مع شويه السكر، واحد نص طوبه ديال السكر، وغنزيد مع الخميره وغنزيد مع الملحه وغنعجنو مزيان. هانتوما تشوفوا الطريقه ديالي في العجين. كنبدا نعجن البنات وانا كنرخف، يعني كنحاول ان نخلي العجين مرخوف، ما نخليش قاصح. هنا راه ما كندلكوش بزاف البنات، غير كنبقى ندير ليه هكاك بحال الشفنج حتى تولي عندي ديك العجين. يعني كتلصق. غندهنها بشويه الزبده بشويه الزيت وغنخليه يخمر على جنب. عاد ندوز نوجدو واحد الطويجين. انا عندي شويه اللحمه البنات على حسب الافراد العائله ديالكم. حنا صراحه غير 3، يعني غير شويه. فغنزيد عليه واحد البصيله. وغنزيد عليه شويه الزيت والتبزيره كامله، يعني العطريه كامله من غير الكمون. ما كنديروش في الطاجين البنات. كندير شويه الخرقوم بلدي، شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، شويه السكنجبير، شويه ديال القزبور يابس والربيع. صافي ونردوه فوق العافيه، فوق البوطه. بعد ما رديت الطويجين ديالي غندوز نوجد شويه ديال شلاضه عاديه، مطيشه والبصله والفلفله. ندير الفلفلات يتقلاو اولا يتشواو. هنا دزت نقي مطيشه. نقي مطيشه اختي. صافي البنات، ملي ساليت من شلاضه قطعتها ودخلتها للثلاجه. داكشي راه مراحل راه ساهلين. قلت ندوز نقرص الخبز بعد ما خمر. خليته شي نص ساعه تقريبا، شي ساعه هو كيخمر. كنبقى نهبط ليه الخميره حتى كيعاود يطلع يخمر. كنعاود نهبط ليه الخميره شي 2 المرات ولا 3 على حسب نتوما واش زربانين ولا ما زربانين. صافي كنقطعوه على 4 كما كتشوفوا معايا، وغنقرصو ونغطيه حتى هو يخمر.
صافي هنا نطلعو على الطوجين ديالنا. هانتوما راه تقلى، يعني كنخلي الطاجين حتى كيتقلى مزيان، ديك البصيله وديك اللحيمه مع العطريه. عاد ندوز ندير ليه هذا الخضره. اول حاجه كنبدا بخيزو اللي كنقطعو هكا مربعات صغار، كيجيني احسن من انني نقطعو طويل. ما عرفت كل واحد وهو كيجيني هكا احسن صراحه. شكون اللي بحالي تقولها لي في التعاليق. صافي وغنحط عليه شويه بطاطا، يعني بطاطا على حسب الرغبه، بطيطه واحد جوج بطيطات هكا كبار كنقطعهم هكايا وكنبقى نستف. غنزيد البنات واحد مطيشه قطعتها طريفات صغار وشويه ديال القزبور من الفوق، وغنغطي عليه ونخليه نقص عليه. عزيز عليا انا الطاجين الا درتو انني نقص عليه ونخليه، ما نزيدش ليه الماء نهائيا، ما كنزيدش في الطواجن الماء. هنا ندوز نوجد نصيب عفوا واحد الماسك معاكم. صراحه هذا الماسك كيعجبني، كنلصق كنعيا، يعني كنجرب في الماسكات كاملين ولكن هذا كيجي ليا مع البشره ديالي. هاد الماسك ديال البطاطا عندي واحد بطيطه هكا نقيتها نحكها كما تشوفوا معايا، غنحكها كامله. كما قلت لكم هاد الماسك هذا كيحيد اللون وكيبقى مع المده كيحيد دوك التصبغات اللي كيكونوا في الوجه. خطير 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 الصراحه. هنا بعد ما حكيتها غنصفيه، يعني انا بغيت غير الماء ديالها. من الاحسن تخليوها واحد شويه، ديروا عليها شويه الحامض وتخليوها واحد شويه. انا زربانه صراحه فقلت غير نعصرها. اما مولفه كنحكها وكنخليها على جنب، كندير عليها قطرات من الخل باش ما تكحلش ليا. صافي وكنخليها على جنب شي ساعه ولا ساعه ونص حتى كتطلق ليا الماء مزيان. صافي وكنبقى نصفيها. هانتوما انا دابا غنصفيها كامله وعاد نشوفوا المكونات اللي غنزيدو معاها. بالنسبه للمكونات البنات اللي غنزيد معاه، هنا عندي الماء ديال البطاطا، غنزيد ليه نص معلقه صغيره ديال حليب نيدو، ونص معلقه اولا غير راس معلقه ديال مايزينا، لحقاش غتجمع ليكم، غتولي ليكم مجموعه بزاف، لحقاش بطاطا فيها نشا وعاد الزنه نشا، يعني كتولي بحال هكا. ولكن ما تخافوش منها واخا تكون لكم بحال هكا. كنديرها انا في الصفايه وكنبقى نصفيها مزيان حتى كنخرجها كامله في ديك الصفايه، كتولي عندي بحال شكل انجيل. شفتوها البنات؟ انا ما كيبقاش عندي دوك البقعات او البقعات التراكمات، ولا ما تكونش عندي ديك العجين ديال البطاطا، فهمتوني؟ كنبقى هكا حتى كنخرجها كامله في هاد الصفايه. فانتما لما بغيتوش الصفايه كديروها غير في شي تقشيره ولا في شي ليبه وكتخرجوها راه دغيا كتخرج. هانتوما شوفوا كيجي. انا غندير شويه على يدي غير باش تشوفوا، غير شويه درتو خليته غير واحد، ما خليتو حتى كرم، ما خليتوش زعما كرم. غندير غير شويه على يديا وتشوفوا النتيجه ديالو. صراحه واعر. كديروه في الثلاجه وكتبقاو ديروه تقريبا 15 دقيقه حتى كينشف، وكتقوموا وجهكم كل ليله ولا كل صباح على حسب نتوما. شوفوا عرفتي راه واعره البنات، واعر واعر واعر. راه غير درتو وحيدتو صراحه فن. هنا ندوزو نشوف اختي الغدا، نحطو الغدا نتغداو، راه جانا الجوع. هنا بعد ما صيبت شويه الشلاضه درت لها شويه الخل وشويه الملحه وشويه الزيت وشويه ديال الكمون. صافي وحطيتها هانتوما. والخبيز ديالنا هانتوما كيجي الخبز البنات بديك الطريقه مفشفش رطب رطب رطب، ما نعاودش ليكم. هانتوما شفتوه كيجي خطير. والطويجين اللي وجدنا، وكنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم. الا عجبكم ما تنسونيش في التعاليق تقولوا لي نبقاو نحط لكم الروتينات بحال هادو،
حيت فريمون مازال ما عارفاش شنو غنحط في القناة. بعض المرات كنكون وصفات، بعض المرات روتينات، بعض المرات جولات في الأسواق الكبرى. صراحةً مازال ما عارفاش أشنو نقدر نحط. فكنتمنى أنكم تفيدوني في التعاليق، اللي شاف هاد الفيديو يفيدني في التعاليق. فغنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي إن شاء الله، وكنتمنى أنكم تفيدوني فريمون. السلام عليكم.